في قرية ثانية يعني رح تصير ناحية شيء 20,000 نسمة عددهم. قال شيخ بدنا تكتب بوصيتك انه بعد ما ماتك يدفنوك عنا في بلدهم وبده يساوي جامع باسمي. يا سلام. فبيسموه بده يسموه جامع العارف بالله الشيخ فتحي صافي. مدد. في دكتور عنا بالحي، نعم دكتور حديفي معروف عنا بشكل، فكنت كل ما احيانا نروح لعنده يكتب لي على الراشيطه نعم الشيخ العارف بالله الشيخ فتحي صافي. اخذ انا من باب الدعابه يعني. اما تجي تسوي جامع باسمي تعمل قبر ويسووا بقى قبر مخالف للشريعه، بده يكون بقى ايش؟ نعم رخام وما رخام وكذا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام كلما راى قبرا مشرفا سواه بالارض، فبيعملوا لنا قبر كبير هيك نعم ولفه فوق منه نعم. وبيجوا تلاقي الناس مثلا بيذبحوا ذبايح فوق عند القبر، كل ما ذبحوا خروف بلعبه الخروف فوق انا بلعبه تحت. لقى بدي اكل قدر عليها. كم من قبر يزار وصاحبه في النار. قديش في ناس نعم هذا بيظنوه ولي وهذا بيظنوه كذا وهو لا شيء بيكون عند الله سبحانه وتعالى. وهذول بده يبنوني البلاء هذا عند رب العالمين. بكره بيجوا مثلا اعلام خضر بجيبوا نعم الطبل الرجوج تبع نعم الزير سالم وبدقوا نوبه عند قبري نعم وبيلاقوا شيء شو ناقصني وبيعملوا نعم تلاقي الذكر بيحط ايديه على صدره نعم وبينشدوا في سر ذات الله زوروا يا رجال الله زوروا واكسبوا أجري وأنا ما حسوبكم لله شيخي يا فتحي الصافي يا صاحب السر الوافي نظرة يا شيخ الصافي وأنا ما حسوبكم لله. وانا باكل اكل بقى تحت وهن مرويين فوق قلنا له قوم بلا جدي الله يرضى عليك. فهي شغله انه نعم عملنا نبذه عن حياتك وما نبذه عن حياتك. انا زلمه عادي عامل قضيت عمري تعيب عايش من تعبي نعم. ابي قبل مني تعيب كمان وكلاتنا شغيله تعيبه على باب الله مثلنا مثل غيرنا. مشايخ اللي درست عندها اول ما الله سبحانه وتعالى اكرمني بالتوبه وبدات بالدراسه كنت ضايع مثل غيري. فظنيت انه نعم هدول يعني تبعات الفقراء وما الفقراء وما لذات العيش الا صحبه الفقراء. ظنينا هذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. لقينا الطريق لرب العالمين سبحانه وتعالى.